هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 26 من فبراير. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نبتدئ معكم برنامجنا لهذا اليوم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول السياسة الخارجية لإثيوبيا عبر تقرير خبير دبلوماسي واستراتيجي. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا يشير إلى تواجد قوات إريتريا على حدود بلاده مع إثيوبيا. مقرر حقوق الإنسان لإريتريا يؤكد اختطاف قوات إريتريا للاجئين من معسكرات اللاجئين في تيغراي. المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا يحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية هناك. أخيرا، وفاة وزير النفط السعودي الأسبق الشيخ أحمد زكي يماني. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أكد موقع اليوم السابع المصري الإعلامي نقلا عن قناة العربية أن الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة السوداني أكد وجود معلومات موثوقة لدى بلاده عن وجود قوات إريترية على الحدود السودانية بزي عسكري إثيوبي. وأكد ياسر العطا أن قرار استعادة أراضي الفشقة من إثيوبيا يعود للدولة السودانية وليس للمكون العسكري، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية. وأضاف عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن إثيوبيا تحاول زرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية في السودان. هو أضاف: لدينا معلومات عن وجود قوات إريترية على حدودنا بزي عسكري إثيوبي. واستطرد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان بالقول: سيطرنا على المنافذ البرية مع إثيوبيا، ولا نستهدف المدنيين على الحدود، إنما العصابات التي تنهب القرى. وأضاف إن إثيوبيا تهرب من مشاكلها الداخلية بإثارة أزمة الحدود، وقال أننا سنذهب للتحكيم الدولي حول الفشقة إذا اضطررنا، ومستنداتنا تدعم حجتنا القانونية. وأضاف أيضا أن كل المواثيق والتعهدات تؤكد سودانية الفشقة، موضحا أن سد النهضة الإثيوبي يهدد الأمن السوداني من ناحية أخرى. إلى ذلك، سلم وزير خارجية إريتريا رسالتين نهار الأربعاء من الرئيس إسياس أفورقي إلى رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء السودانيين حسب وسائل إعلام سودانية، فأن الرسالة تناولت العلاقات الثنائية ورغبة إريتريا في حل النزاع السوداني الإثيوبي بالوسائل السلمية. وجاء ابتعاث المسؤول الإريتري إلى الخرطوم بعد يوم واحد من تصريحات عضو مجلس السيادة ياسر العطا. في تنوير مدته 8 دقائق حول الأوضاع في إريتريا، قال الدكتور محمد عبد السلام المقرر الخاص لحقوق الإنسان لإريتريا بأنه التقى شهود عيان فارين من تيغراي، وأخذ منهم إفادات موثقة بالأدلة بأن القوات الإريترية قامت باختطاف عدد من اللاجئين الإريتريين من معسكرات اللاجئين في تيغراي ونقلتهم إلى معتقلات داخل إريتريا، وأن ذلك يخالف المواثيق الدولية. ودعا المقرر الخاص الحكومة الإريترية إلى التعاون البناء معه ومع مجلس حقوق الإنسان بالسماح له بزيارة البلاد والانخراط الإيجابي من قبل إريتريا في معالجة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، حيث أن البلاد لا زالت ومنذ 20 عاما تحتجز معتقلين سياسيين ومعتقلي ضمير، وأن ذلك غير مسموح به كما قال. وطالب المقرر الدول الأعضاء في المجلس مساعدته والتعاون معه بهذا الصدد. قام وزير خارجية فنلندا ومبعوث الاتحاد الأوروبي بيكا هافيستو بزيارة إلى إقليم تيغراي في الفترة من 7 حتى 10 من فبراير الجاري، وأعطى تنويرا للمجلس في 23 قال فيه:
بأن الأوضاع في إثيوبيا إذا لم يتم حلها وبسرعة فإن الوضع هناك ينذر بكارثة إنسانية، خاصة مع حاجة 3 ملايين شخص للغذاء وعدم تمكن الحكومة من حسم الصراع في إقليم تيغراي حتى الآن. وطلب المبعوث الدول الأوروبية وإثيوبيا بالعمل على تفادي كارثة إنسانية بالسماح بوصول الغذاء فورا. وحول المزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الإقليم قال بأن هذه المزاعم حقيقية وأن أطراف مستغلة يجب أن تحقق فيها وبسرعة. توفي في لندن يوم الثلاثاء الماضي وعن عمر يناهز 91 وزير النفط السعودي الأسبق وأول أمين عام لمنظمة الأوبك الشيخ أحمد زكي يماني. ولد الشيخ أحمد زكي يماني في منطقة مكة المكرمة عام 1930 وحصل على شهادته الجامعية من جامعة القاهرة، ثم التحق بجامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة وخدم كمستشار في مجلس الوزراء السعودي قبل أن يتبوأ منصب وزير النفط السعودي في السبعينات من القرن الماضي ليكون أكثر وزراء النفط والطاقة خدمة في العالم. وتزامنت فترة عمله مع الحرب الباردة والنزاع في الشرق الأوسط وقيام العاهل السعودي فيصل بن عبد العزيز بقطع إمدادات النفط عن الغرب بسبب حرب أكتوبر عام 1973. استمعتم مستمعاتي الكريمات فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إيرينا. عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا يشير إلى تواجد قوات إريتريا على حدود بلاده مع إثيوبيا. مقرر حقوق الإنسان لإريتريا يؤكد اختطاف قوات إريتريا للاجئين من معسكرات اللاجئين في تيغراي. المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا يحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية هناك. وفاة وزير النفط السعودي الأسبق أحمد زكي يماني. كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. نصحبكم اليوم في برنامج تعليق على الحدث في جولة حول العلاقات الإثيوبية في ظل الواقع الذي تشهده البلاد حاليا، وذلك بتقديم تقرير للدكتور أحمد أمل رئيس وحدة الدراسات الأفريقية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والتقرير تحت عنوان توسيع دائرة الحركة، نشاط الدبلوماسية الإثيوبية في سياق مضطرب. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويقول الدكتور أمل: بدأ نائب رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية دمق موكونن جولة خارجية في 15 من فبراير من عام 2021. اتجه في بدايتها للعاصمة التركية أنقرة في زيارة استغرقت يومين. تلتها زيارة للعاصمة الهندية نيودلهي استمرت 4 أيام. وتأتي هذه الجولة الخارجية في وقت تمر فيه إثيوبيا بعدد من مظاهر الاضطراب. فعلى المستوى الداخلي هناك تأزم للأوضاع الإنسانية في إقليم تيغراي واستمرار المناوشات مع عناصر جبهة تحرير الإقليم، خاصة في مناطق وسط الإقليم الوعرة. وقد اجتمعت تداعيات الحرب في تيغراي مع أزمة انتشار فيروس كورونا لتفرض العديد من التحديات على اقتصاد البلاد الذي شهد تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة. أما على المستوى الخارجي فتواجه إثيوبيا أزمة متصاعدة مع السودان نتيجة تأجج التوترات في منطقة الفشقة مع تبادل الجانبين التصعيد العسكري ودخول مفاوضات سد النهضة مرحلة متقدمة من التعقيد في ظل الإخفاق المتكرر لمسار التفاوض. على هذا عولت الحكومة الإثيوبية على زيارة وزير خارجيتها لتركيا والهند في تحقيق أهداف متعددة تساعدها على تجاوز الأوضاع المضطربة التي تمر بها في الوقت الحالي. هذه إذاعة إيرينا. مسار الجولة الخارجية.
خلال لقاء وزير الخارجية الإثيوبي دمغي مكونن نظيره التركي مولود جاوشاغلو، عبر الجانبان عن قوة العلاقات الدبلوماسية بينهما والتي تمتد لأكثر من قرن من الزمان، وذلك على هامش حفل افتتاح المبنى الجديد للسفارة الإثيوبية في أنقرة. كما جرى خلال الزيارة بحث الاستعداد لقمة الشراكة الثالثة بين تركيا والاتحاد الأفريقي والتي ستعقد في تركيا العام الجاري. ويأتي هذا الاهتمام الكبير من الجانبين بتعزيز العلاقات الثنائية في وقت ارتفع خلاله حجم التبادل التجاري بين تركيا وإثيوبيا خلال العامين الماضيين بقيمة 200 مليون دولار، لتبلغ قيمته الإجمالية في العام الأخير 650 مليون دولار، فضلا عن انخراط أكثر من 100 شركة تركية في العمل في إثيوبيا، الأمر الذي جعل من تركيا المستثمر الثاني في إثيوبيا بعد الصين التي تبلغ استثماراتها الإجمالية في إثيوبيا نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقا لتصريحات أعلن عنها مؤخرا بيرق قلب السفير التركي في أديس أبابا. وبعيدا عن الجانب الاقتصادي، تزيد أهمية الزيارة نتيجة التطورات السياسية الأخيرة التي تشهدها الصومال في ظل كون الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فورماجو حليفا مشتركا للنظامين التركي والإثيوبي، حيث افتتحت في عهده القاعدة العسكرية التركية في مقديشو، بينما يعول عليه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في دعم مشروعه الإقليمي، الأمر الذي انكشف عنه انخراط عناصر صومالية في المعارك التي دارت في إقليم تيغراي. لكن التطورات الحادة التي تشهدها العاصمة الصومالية مقديشو مؤخرا في ظل تصعيد المعارضة الضغط من أجل تنظيم الانتخابات قد تجعل مصالح البلدين في موضع الخطر، حال اضطرار فورماجو إجراء الانتخابات وخسارته إياها نتيجة السخط الشعبي المتنامي تجاه سياسته الداخلية والخارجية في سنوات حكمه الخمس. كما كان للزيارة ارتباطات مهمة بملف العلاقات المتوترة بين إثيوبيا والسودان على خلفية النزاع الحدودي المتصاعد في منطقة الفشقة السودانية، وكذا المواقف الإثيوبية المتعنتة في مفاوضات سد النهضة. فخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ديانا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية في أديس أبابا بالتوازي مع تواجد وزير الخارجية في أنقرة، صرح بأن بلاده سوف تستجيب لأي مبادرة للوساطة من جانب الحكومة التركية لتسوية النزاع الحدودي مع السودان. ولا تجد هذه التصريحات فرصة كبيرة للتحقق على أرض الواقع، حيث فقدت تركيا الكثير من نفوذها في السودان بسقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، فضلا عن تناقض تصريحات المسؤول الإثيوبي مع ما كررته مصادر رسمية إثيوبية مرارا بشأن تفضيلها الالتزام بمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات فيما يتعلق بنزاعها مع السودان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لا زلتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى التقرير الاستراتيجي للدكتور أحمد أمل، رئيس وحدة الدراسات الأفريقية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان توسيع دائرة الحركة، النشاط الدبلوماسية الإثيوبية في سياق مضطرب. ويواصل الدكتور أمل القول: وفي أعقاب اختتام زيارته لأنقرة، توجه دمغي مكونن إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة طويلة نسبيا امتدت ل4 أيام، قام خلالها بعقد لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراماتيام جاشانكار، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. وقد شهد اللقاء إعراب الجانبين عن تقديرهما للنمو الذي يشهده حجم التبادل التجاري بين إثيوبيا والهند، والدور المتزايد للشركات الهندية في الاستثمار في قطاعات متعددة في إثيوبيا، خاصة في المجالات المتعلقة بنقل التكنولوجيا والمعرفة، ذلك بعد أن بلغ عدد الشركات الهندية العاملة في إثيوبيا أكثر من 600 شركة. وقد شهدت الزيارة أيضا افتتاح وزيري خارجية الهند وإثيوبيا مبنى السفارة الإثيوبية الجديد في نيودلهي. كما شهدت الزيارة
مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد قمة منتدى الهند أفريقيا، والتي عقدت دورتها الأولى في أبريل من عام 2008، قبل أن تعقد الدورة الثانية في أديس أبابا في عام 2011 والثالثة في نيودلهي في عام 2015. وبعيدا عن الجوانب البروتوكولية للزيارة، أشارت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إلى أن الزيارة شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس البحوث العلمية والصناعية في الهند ومؤسسة عالية في إثيوبيا. وفي ظل الندرة الملحوظة للنشاط الخارجي لإثيوبيا منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي في نوفمبر الماضي، كان من المتوقع أن يتجه وزير الخارجية الإثيوبي في جولته الأخيرة لعدد من الدول الرئيسية الأكثر قدرة على مساعدة إثيوبيا في تجاوز مشكلاتها الداخلية والخارجية كالولايات المتحدة وأوروبا، ولكن العديد من العوامل شكلت دوافع كافية لأن يتوجه دمقي مكونن لأنقرة ونيودلهي في هذا التوقيت. ومن بين هذه العوامل ما يلي. هذه إذاعة إرنا. لازلتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى تقرير الدكتور أحمد أمر، رئيس وحدة الدراسات الأفريقية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان توسيع دائرة الحركة، نشاط الدبلوماسية الإثيوبية في سياق مضطرب. ويشير الدكتور أمل إلى العوامل التي حدت من تحرك الدبلوماسية الإثيوبية نحو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالقول: تشهد إثيوبيا تراجعا مضطردا لأهميتها النسبية للسياسة الأمريكية في القرن الأفريقي منذ سنوات. ففي مطلع عام 2016 أعلنت الولايات المتحدة إنهاء تواجد عناصرها في قاعدة أربامنش في جنوب إثيوبيا، والتي كانت تعد مركزا رئيسيا لإطلاق هجمات الطائرات المسيرة على أهداف تتبع لتنظيم الشباب المجاهدين داخل الصومال. ذلك مع اتجاه الولايات المتحدة للاعتماد بصورة أكبر على قواعدها في مواقع أخرى أكثر أهمية مثل كينيا وجيبوتي والصومال نفسها. وبمرور الوقت تجسد هذا التراجع في مظاهر متعددة، كان أهمها إعلان إدارة الرئيس ترامب تعليق نسبة من المساعدات الأمريكية السنوية لإثيوبيا نظرا لموقفها المتعنت في مفاوضات سد النهضة، في وقت عانى فيه الاقتصاد الإثيوبي من مشكلات متفاقمة. على الرغم من تعويل الحكومة الإثيوبية على وصول إدارة جديدة للسلطة في الولايات المتحدة في تغيير مسار السياسة الأمريكية بصورة جذرية، جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في 19 من فبراير الجاري لتتبنى منطق فك الارتباط بين تعليق المساعدات الأمريكية لإثيوبيا وبين سياسة إثيوبيا تجاه مفاوضات سد النهضة، لكن مع إعادة تقييم عملية إنهاء تعليق المساعدات البالغ قيمتها 272 مليون دولار وفق عدد من العوامل التي سيتم مناقشتها مع حكومة أديس أبابا، وذلك في إشارة واضحة للأزمة السياسية والإنسانية التي تشهدها إثيوبيا منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي في نوفمبر الماضي. وتضاف هذه الجهود للقانون رقم 128 الصادر في 10 من أبريل من عام 2018، والذي يحمل اسم دعم احترام حقوق الإنسان وتشجيع الحوكمة الشاملة في إثيوبيا، والذي صدر بالأساس لدعم حكومة أبي أحمد الجديدة بعد أيام من تنصيبها، إلا أنه يمكن تطبيقه في الوقت الحالي لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا وفي إقليم تيغراي وأوروميا وبني شنغول غوموز، وفرض عقوبات دولية وفق قانون ماجنسكي للمساءلة بشأن حقوق الإنسان عالميا، الأمر الذي تعززه توجهات الرئيس بايدن وسيطرة الأغلبية الديمقراطية على الكونغرس. ويواصل الدكتور أحمد القول: ولم يقتصر الموقف الأمريكي على مجرد تعليق المساعدات، بل تعالت الأصوات في دوائر القرار الأمريكية المطالبة بتوقيع عقوبة مباشرة على الحكومة الإثيوبية، حيث قام 2 من أعضاء مجلس الشيوخ في ديسمبر الماضي بمطالبة الحكومة الأمريكية بتوقيع عقوبات على أي مسؤول إثيوبي مدني أو عسكري يثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع في تيغراي، وهو الموقف الذي يحظى بدعم متزايد عابر للتباينات الحزبية
بعد أن تقدم به السيناتور الديمقراطي بن كاردن والجمهوري جيم ريتش. ولم تكن علاقات إثيوبيا مع الاتحاد الأوروبي أفضل حالا، حيث أصدر في منتصف يناير 2021 الاتحاد الأوروبي قرارا بتعليق مساعدات للحكومة الإثيوبية تبلغ قيمتها 107 ملايين دولار أمريكي لحين منح المنظمات الإغاثية الحق في دخول إقليم تيغراي للوقوف على الأوضاع بصورة مباشرة وتقديم المساعدات للمتضررين من الصراع. ذلك بعد أن اعتبر جوزيف بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ما قامت به الحكومة الإثيوبية في إقليم تيغراي يتجاوز بصورة كبيرة كونه مجرد عملية لفرض القانون، بعد أن شكل مصدرا لتهديد استقرار الإقليم، مشيرا لتلقيه تقارير بشأن عنف إثني وقتل جماعي قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب. هذه التصريحات وغيرها تسببت في نشوب أزمة علنية بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإثيوبية، بعد أن اعتبرت الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي لها مواقف الاتحاد الأوروبي غير متوازنة ولا تعكس الواقع. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، وضمن برنامج تعليق على الحدث تستمعون إلى تقرير استراتيجي للدكتور أحمد أمل، رئيس وحدة الدراسات الأفريقية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويرصد فيه الدبلوماسية الإثيوبية وتحركاتها بعد الحرب في إقليم تيغراي، والتقرير تحت عنوان توسيع دائرة الحركة، نشاط الدبلوماسية الإثيوبية في سياق مضطرب. وفي رصده للعلاقات الصينية الإثيوبية يقول الدكتور أحمد: يأتي الانفتاح الإثيوبي الأخير على الهند في ظل التنافس المحتدم بين الهند والصين في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بعد حصول الهند على حق استخدام القاعدة العسكرية اليابانية في الوقت الذي تستضيف فيه جيبوتي قاعدة عسكرية صينية منذ عام 2017. هذا التنافس بين الهند والصين شكل فرصة جديدة للسياسة الخارجية الإثيوبية للتحرر من النفوذ الصيني المتنامي منذ نحو 3 عقود هناك، خاصة مع كون الصين الدائن الرئيسي لإثيوبيا بما تفوق قيمته 50% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، وهو الأمر الذي يحمل أهمية خاصة في ظل تذبذب مؤشرات العلاقة بين البلدين، خاصة منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي، الأمر الذي دفع الصين لسحب شركة CMC Engineering وسحب مجموعة تشاينا جوانزبو من تيغراي، والتي تعد المنطقة الصناعية الصينية في عاصمتها مقلة مركزا صناعيا رئيسيا على مستوى إثيوبيا بأسرها. في 10 فبراير الجاري أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالا هاتفيا بنظيره الإثيوبي حمل رسالة مختلطة بين الإعلان عن تقديم الصين مساعدات طبية لإثيوبيا في مجال مكافحة فيروس كورونا تضمنت كمية من اللقاحات المضادة للفيروس، وبين إصرار المسؤول الصيني على التعبير عن تطلع بلاده لاستعادة السلم والاستقرار في إثيوبيا، وتوقعها استعادة إقليم تيغراي الحياة والإنتاج بصورة طبيعية، مع التشديد على أهمية عقد حوار شامل للحفاظ على الوحدة الوطنية في وقت مبكر. وهي المطالب التي سبق وأن أعلنت السلطات الإثيوبية رفضها الانصياع لها مرارا عبر العديد من المسؤولين، في مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية. هذا التأكيد المتجدد من جانب الصين على أهمية احتواء التوترات في إقليم تيغراي يأتي نتيجة للدور المهم الذي لعبته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في تعزيز العلاقات الإثيوبية الصينية على مختلف الأصعدة، الأمر الذي يفاقم من استيائها من بعض الممارسات تجاه أصدقائها القدامى، مثل مقتل سيوم مسفن وزير الخارجية الإثيوبي بين عام 91-2010، والذي تولى منصب سفير إثيوبيا في بكين بين عام 2011 و2017. هذه إذاعة إرينا. لا زلتم سمعات الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونتابع فيها التقرير الاستراتيجي حول الدبلوماسية الإثيوبية بقلم الدكتور أحمد أمل، رئيس وحدة الدراسات الأفريقية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. ويرصد الدكتور أمل
العوائق والمشاكل التي تواجه الدبلوماسية الإثيوبية بعد الحرب في إقليم تيغراي. تأثيرات تغييرات الداخل الإثيوبي. وفي هذا الشأن يقول الدكتور أحمد أمل: عكست الحرب التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تحولات كبرى على مستوى التوازنات الداخلية في بنية الحكم في إثيوبيا. فمع وصوله للسلطة في أبريل من عام 2018 قدم أبي أحمد نفسه كقائد يتبنى مشروعا سياسيا لتجاوز الانقسامات الإثنية في البلاد بعد أن سيطرت جماعة تيغراي على الثروة والسلطة منذ مطلع تسعينات القرن العشرين. ولكن الصراع الذي بدأ في إقليم تيغراي في 4 نوفمبر الماضي جسد التغيرات الكبيرة التي طرأت على توجهات أبي أحمد، الذي أصبح أكثر اعتمادا على جماعة الأمهرة الإثنية كظهير سياسي شبه حصري له. فمع إعلان الحرب في إقليم تيغراي اتخذت عدة قرارات ساهمت في تصعيد رموز النخبة السياسية الأمهرية للمواقع الأكثر حساسية في الحكومة الفيدرالية. ومن بين مظاهر هذا التوجه جمع دمقي مكنن بين منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء وبين منصب وزير الخارجية، فضلا عن تعيين تمسجين ترونه رئيس حكومة إقليم أمهرة مديرا لجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي. اللافت أنه منذ تعيينه وزيرا جديدا للخارجية مارس دمقي مكنن صلاحيات موسعة جاءت على حساب الدور الخارجي النشط الذي كان يلعبه أبي أحمد في فترات سابقة. فمن ناحية لم يقم أبي أحمد بأي نشاط خارجي يذكر منذ اندلاع الصراع في تيغراي، باستثناء زيارته لجيبوتي للمشاركة في قمة الإيجاد التي خصصت لمناقشة ملفات عدة أبرزها ملف الصراع في تيغراي نفسه، فضلا عن زيارته مدينة مويالي الكينية الواقعة على الحدود مع إثيوبيا لافتتاح طريق بري، وهي الزيارة التي كانت دوافعها داخلية بالأساس في ظل تنامي أعمال العنف في إقليم أوروميا الإثيوبي المجاور لكينيا. في المقابل باشر دمقي مكنن منذ توليه مهام وزارة الخارجية استقبال عدد من الموفدين الدوليين لأديس أبابا مثل بيكا هافستو وزير الخارجية الفنلندي ومبعوث الاتحاد الأوروبي، ومن قبله وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب. على هذا النحو جاء تولي دمقي مكنن لملف علاقات إثيوبيا الخارجية ليعكس شكلا من أشكال الارتداد عن سياسات أبي أحمد في شهور حكمه الأولى، والتي اتسمت بالأساس بالرغبة في تقديم نفسه للعالم الغربي كقاعد إصلاحي يتبنى سياسات ليبرالية في شقيها السياسي والاقتصادي، مما يؤهل إثيوبيا للتوجه غربا، الأمر الذي تجسد في زيارته المبكرة في عام 2018 إلى كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. ونظرا لكون مكنن أحد القادة التقليديين للجبهة الديمقراطية الثورية بعد أن كان عضوا دائما في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008 تحت رئاسة ميلا الزناوي، فقد عكست سياسات مكنن محاولة لمحاكاة الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الإثيوبية خلال العقدين الماضيين، والتي أثبتت نجاحها في دعم التنمية في الداخل من دون تحمل التكلفة المرتفعة للشروط السياسية التي قد تلزم الحكومة بإصلاحات قد تراها غير ضرورية. وفي ظل اضطراب العلاقات مع الصين مؤخرا مثلت كل من تركيا والهند وجهتين منطقيتين تتسقان مع منطق تعزيز الشراكة الدولية المفيدة اقتصاديا وغير المكلفة سياسيا. وينهي الدكتور أمل تقريره الاستراتيجي قائلا: على الرغم من عدم تحقيق جولة وزير الخارجية الإثيوبي لتركيا والهند اختراقات كبرى في أي من القضايا الرئيسية التي تواجهها الحكومة الإثيوبية حاليا في الداخل والخارج، تأتي أهمية هذه الزيارة لما تكشف عنه من انخراط الحكومة الإثيوبية في عملية جادة وعميقة لإعادة تقييم علاقاتها الخارجية بعد أن تصاعدت أزماتها في جوارها الإقليمي بصورة حادة، بما أثر سلبا على علاقاتها بأطراف دولية متعددة. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناها هذه المرة لرصد الدبلوماسية الإثيوبية بعد الأزمة في إقليم تيغراي، وذلك بتقديم تقرير استراتيجي تحت عنوان توسيع دائرة الحركة، نشاط الدبلوماسية الإثيوبية في سياق مضطرب، وهو للدكتور أحمد أمل رئيس
وحدة الدراسات الأفريقية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل ختام فقرات برنامجنا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا يشير إلى تواجد قوات إريترية على حدود بلاده مع إثيوبيا. أكد موقع اليوم السابع المصري الإعلامي نقلا عن قناة العربية أن الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة السوداني أكد وجود معلومات لدى بلاده عن وجود قوات إريترية على الحدود السودانية بزي عسكري إثيوبي. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي أن إثيوبيا تحاول زرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية في السودان، متابعا: لدينا معلومات عن وجود قوات إريترية على حدودنا بزي عسكري إثيوبي. مقرر حقوق الإنسان لإريتريا يؤكد اختطاف قوات إريترية للاجئين من معسكرات اللاجئين في تيغراي. في تنوير مدته 8 دقائق حول الأوضاع في إريتريا، قال الدكتور محمد عبد السلام المقرر الخاص لحقوق الإنسان لإريتريا بأنه التقى شهود عيان فارين من تيغراي وأخذ منهم إفادات موثقة بالأدلة بأن القوات الإريترية قامت باختطاف عدد من اللاجئين الإريتريين من معسكرات اللاجئين في تيغراي ونقلتهم إلى معتقلات داخل إريتريا، وأن ذلك يخالف المواثيق الدولية. المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا يحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية هناك. قام وزير خارجية فنلندا ومبعوث الاتحاد الأوروبي بيكا هافيستو بزيارة إلى إقليم تيغراي في الفترة من 7 حتى 10 من فبراير الجاري، وأعطى على خلفيتها تنويرا للمجلس الأوروبي في 23 من الشهر قال فيه بأن الأوضاع في إثيوبيا إذا لم يتم حلها وبسرعة فإن الوضع هناك ينذر بكارثة إنسانية، خاصة مع حاجة 3 ملايين شخص للعلاج وعدم تمكن الحكومة من حسم الصراع في الإقليم حتى الآن. وفاة وزير النفط السعودي الأسبق الدكتور أحمد زكي يماني، توفي في لندن يوم الثلاثاء الماضي وعن عمر يناهز 91 وزير النفط الأسبق وأول أمين عام لمنظمة الأوبك الشيخ أحمد زكي يماني. ولد الشيخ أحمد زكي يماني في منطقة مكة المكرمة عام 1930، وحصل على الدرجة الجامعية من جامعة القاهرة، ثم التحق بجامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة، وخدم كمستشار في مجلس الوزراء السعودي قبل أن يتبوأ منصب وزير النفط السعودي في 70 القرن الماضي ليكون أكثر وزراء النفط والطاقة خدمة في العالم. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.